السلام عليكم، اسعد الله مساكم بالخير والبركات، تقبل الله طاعتكم. اسال الله ان يجعلنا واياكم من الفائزين المرحومين المقبولين في هذا الشهر المبارك. اليوم ما راح نتكلم عن مشروع من مشاريع جمعيه بصائر الخيريه مثل ما تعودنا، ولا راح نتكلم عن نشاط او برنامج من البرامج الموجوده التي تقام في هذه الايام رغم كثرتها ورغم نجاحها بفضل الله عز وجل، ولكن راح نتكلم عن موضوع مهم. الموضوع هذا قاعد يعني يتكرر معنا شبه سنويا، خاصة في شهر رمضان، اللي هو موضوع العمل الخيري الكويتي. العمل الخيري الكويتي في كل سنة تحديدا في شهر رمضان يتعرض إلى هجوم وقدح وتشويه وتشكيك، لكن رغم هذا كله بفضل الله عز وجل هو محل الثقة عند الكثير إن لم يكن الكل. خلوكم معي في السناب الجاية راح نحاول بالحديث عن شيء من التفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العمل الخيري الكويتي في كل سنة تعودنا أنه وخاصة في شهر رمضان أن يكون هناك حملات تشكيك وحملات طعن وحملات تشويه لمسيرة العمل الخيري الكويتي، سواء كان من بعض الجهال اللي يعني يتكلم بما لا يعرف، أو بعض أصحاب الأهواء اللي في أنفسهم حاجة أو في أنفسهم شيء على القائمين على بعض الأعمال الخيرية، أو حتى من أصحاب الفكر المنحرف سواء كان ضال أو منحرف أو له أهداف أخرى. ولله الحمد العمل الخيري الكويتي يحظى بثقة غالية عند القيادة السياسية، وهذا يدل عليه ما قامت به يعني الحكومة في عام 2005 تقريبا بالدفاع عن العمل الخيري الكويتي أمام الأمم المتحدة وكثير من البنوك الدولية، وأثبتت براءة العمل من أي شبهة مالية. بعض من يتكلم في العمل الخيري الكويتي سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين، يعني وجدنا من أو سمعت من بعض الناس اللي ما هم كويتيين كانوا لكن يقدحون في العمل. هو يتكلم بصفة عامة، لكن ما دام الحديث بصفة عامة راح نجاوب بصفة عامة سواء عليه ولا على غيره. ونسأل الله الهداية للجميع. يعني اليوم العمل الخيري الكويتي يمر في سلسلة إجراءات، اللي يعرف كيف تدار العملية يعرف أن العمل الكويتي مصدر ثقة ولله الحمد مثل ما ذكرنا عند القيادة السياسية، وكذلك دوليا وكذلك أيضا رقابيا من خلال ممارسات العمل الخيري. العمل الخيري تحت رعاية وزارة الشؤون، رعاية تامة تحت إدارة المبرات والجمعيات الخيرية، واللي تخضع لقانون الأندية وجمعيات النفع العام. هذا اللي أسس أو رسم خارطة طريق فاليوم اللي حاب يقدم طلب إشهار جمعية خيرية يتقدم بالطلب لوزارة الشؤون، يكون معها عقد الجمعية عمومية أو مجموعة 50 عضو أو أكثر لأعضاء الجمعية العمومية، يتم إرسال طلبهم إلى وزارة الداخلية للتحقق من صحائفهم الجنائية، لا يكون عليهم حكم مخل بالشرف والأمانة أو عليهم حكم جنائي أو وأيضا حصل على حسن سير وسلوك، طبعا يكونون فوق 21 سنة. بعد هذا إذا تمت الموافقة يكون هناك تقديم للائحة داخلية تضم أهداف ورؤية الجمعية، وعلى أساسها يتم الموافقة عليها وتصنيفها سواء كان جمعية أهلية أو جمعية نفع عام. هذا في بداية الأمر، والموضوع ما هو في يوم وليلة. جمعيات بعضها يقعد أكثر من سنة حتى أنه يشهر. فعملية تنظيم العمل الخيري في الكويت جعلته يعني مصدر ثقة لدى الجميع، بل رسمت له خارطة الطريق بحيث أنه يمشي على خطة ثابتة وواضحة. اليوم كل جمعية خيرية عندها جمعية عمومية سنوية يناقشون فيها التقرير المالي والتقرير الإداري برقابة وإشراف من وزارة الشؤون. أضف إلى أن الجمعيات اليوم ما تقدر تتعاون مع أي جهة خارجية إلا عن طريق وزارة الخارجية، يعني بحيث أن الجمعية اللي برا لابد أنها تكون معترف فيها في دولتها ومعترف فيها في وزارة الخارجية الكويتية. وزارة الخارجية علشان تعترف فيها لابد أنها تطلع وتتأكد من سلامة وصحة هذا الكيان، ما يكون مجرد اسم. فهذه المنظومة كلها خلت العمل الخيري الكويتي مصدر ثقة بل وثقل في العالم الإسلامي، وهذا اللي قد نقول بعض المرات أوجع بعض اللي ينتقصون.
فبعد ما يتقدم الطلب إلى وزارة الشؤون وتحوله إلى وزارة الداخلية ويتأكدون من سلامة أعضاء الجمعية العمومية، يتم اختيار من أعضاء الجمعية العمومية 9 أعضاء أو 7 أعضاء حسب اللائحة الداخلية، يكونون أعضاء مجلس الإدارة، منهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأمين السر وعدد من الأعضاء. بعدها يبدون في مراجعاتهم وأخذ الكتب حتى أنهم ينتظرون الإشهار ويصدر قرار الإشهار في الجريدة اليومية، وبعدها ينطلقون إلى أن يفتحون حسابات في البنوك حتى أنهم يقدرون يجمعون أو يودعون في هذه الحسابات الأموال اللي تجيهم سواء من المتبرعين أو منهم هم كبداية لبعض الاشتراكات اللي تكون من أعضاء الجمعية العمومية. هذه بس البداية، وأنا حبيت أذكرها لأن راح يكون لها يعني ربط مع واللي جعل اليوم العمل الخيري يعني في سلامة ومأمن هو توافق الجهات الحكومية مع الجهات الخيرية أو إدارة مجالس الجهات الخيرية في الحفاظ على هذا الكلام. اليوم ما في ولا جمعية خيرية تجمع مال عين بقرار من وزارة الشؤون، وكذلك حفاظا لهم جميع الأموال اللي تدخل عن طريق روابط تحول إلى تحويلات داخلية للبنوك، أو عن طريق السحب الآلي الكنت، أو عن طريق مكائن الإيداع النقدي. رحت معي مبلغ كاش إلى الجمعية، مقر الجمعية، ياخذ الموظف ويودع في أو يودع المتبرع نفسه في ماكينة الإيداع النقدي ويصدر منها وصولات وصل للمتبرع وصل للجمعية. وكذلك ما يتم تفريغ هذه المكاين إلا عن طريق شركات لنقل الأموال في عقود مثبتة ومدرجة في ما بين الجمعية والشركة. فجميع العقود اللي يكون ما بين الجمعية وما بين الشركات يعني اللي يكون بينهم عمل تشعر فيها وزارة الشؤون كونها هي الغطاء الرسمي، سواء من خلال التقرير الإداري السنوي أو من خلال المراسلات اللي تتم ما بينهم. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أو قبل المرحلة الثانية، أحد المشاهير يقول أنا طلب مني أن أعلن عن مشروع لجمعية، وبعد ما طلبت الأوراق للجمعية لقيت أن الجمعية هذه قيد الإشهار. قيد الإشهار يعني إلى الآن مو مشهور. طيب اللي قيد الإشهار يا أستاذ شلون تعلن وتجمع التبرعات إذا هي أساسا ما يحق لها تفتح حساب في البنك؟ هذا الكلام يحتاج أنك توضحه إذا كنت تتكلم عن جمعية خيرية في الكويت. إذا كان هذا الكلام صحيح فأنت مطالب أنك تبلغ عنهم لأنهم يجمعون نقدي أو بطرق غير رسمية. وأنت نرد على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية جميع مشروع يتم من خلال الجمعية خيرية لابد أن يكون عنده موافقة، والموافقة هذه تصدر برقم، والرقم هذا يتم مراجعته مع الجمعية سواء مع وزارة الشؤون، ما بين وزارة الشؤون والجمعية سنويا وفق الموافقات اللي أخذها والمشاريع، بحيث أنه يقدم لكل مشروع تقرير مالي وإداري. مشروع واحد له تقرير مالي وإداري، نهاية السنة يقدم تقرير مالي وإداري عن المشاريع اللي تمت وعن المبالغ التي حصلت والتحويلات اللي تمت، سواء كانت التحويلات عن طريق وزارة الخارجية أو عن طريق حساب الجمعية اللي عن طريق البنك. فأنا إذا بحول من حساب جمعيتنا إلى حساب جمعية موثقة ولدى وزارة الخارجية ومعترف فيها، البنك ما يقبل التحويل إلا بموافقة من وزارة الشؤون. فوزارة الشؤون كلا الأمرين مطلعة كذا. ومن هذا يتبين أن المشاريع اللي تطلقها الجمعيات الخيرية الكويتية مراقبة ومراجعة ومدقق عليها من بدايتها إلى نهايتها، لأنه مرتبط بتقارير إدارية ومالية، ولا يقدر ينفذ أو يحول أي مبلغ إلا بموافقة، سواء كان عن طريق وزارة الشؤون أو عن طريق وزارة الخارجية. فبهذا تكون حفظنا بالله الحمد الأموال. وزارة الخارجية جزاها الله خير رفعت عن العاملين الحرج الكثير. اليوم تحويل عن طريق وزارة الخارجية وإحنا مرتاحين، هي اللي تسلم الأموال للجهات بل وتراقبهم ويقدمون تقارير عن المال اللي ياخذونه، وهذا يجعل العمل الخيري مثل ما قلنا في مأمن، بل جعله يستمر طوال هذه السنوات. طيب اللي قاعد يطعنون شنو يبون بالضبط؟ أبى أجاوبكم. طيب اللي قاعد يقدحون ويشككون ويطعنون في العمل الخيري شنو يقصدون؟ بعضهم جاهل ما يدري شنو يتكلم، سمع له كلمة
حب يشارك الناس وعنده منبر سواء في مواقع التواصل الاجتماعي او غيرها، وحب يتكلم، وهذا يهرف بما لا يعرف، نسال الله له الهدايه. شخص صاحب هوى، بعضهم بينه وبين يعني ارباب العمل الخيري خلاف او ما شابه ذلك، فحب انه ينتقم او ينتقص لانهم ما مكنوه من امر معين، فنسال الله العافيه والسلامه. او صاحب فكر منحرف اصلا، يعني بعضهم يدعو الى الشذوذ او الاعتراف بالشذوذ الجنسي، ويجي يشكك في العمل الخيري. يعني ما استقيم انا وياه في النهايه. فنسال الله العافيه والسلامه للجميع، وان يردنا الى دين ردا جميلا. لكن نقول اللي قاعد يطعنون من ابناء جلدتنا، اتقوا الله في اخوانكم. احد المشاهير يقول اطلبوا وتحققوا من الجمعيات الخيريه، وهذا كلام صحيح، لكن كيف نطلب وش اللي نطلبه؟ يقول اطلبوا سجل تجاري. يا استاذ العزيز، يمنع الجمع ما بين العمل التجاري والعمل الخيري، واذا انت فاهم بالقانون راجع قانون الجمعيات الخيريه. ما تجمع بها، هذه شبهه ومردود عليك. اذا انت تتكلم عن العمل الخيري الكويتي، اذا تتكلم عن غيره انا ما ادري، انا اتكلم عن العمل الخيري الكويتي. وكذلك يعني شخص اخر يقول موافقات الجمع. طب موافقات الجمع، انا اصلا انا فاتح حسابات بنكيه وتراجع وفيها تقارير ماليه سنويه، ايش تتكلم عنه؟ والمشروع ما يطلق الا بموافقه. انا ما اقدر ادخل اموال عندي لمشروع الا يكون عندي له موافقه. المشكله اللي دائما تتكرر والشبهه التي دائما يطرحونها هو موضوع النسبه الاداريه. يعني موضوع النسبه الاداريه، بعض المشاهير يقول ليش ما تاخذون النسبه؟ تؤخذ من الصدقات. يا استاذ العزيز، القائمين عليها عدهم الله عز وجل من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة وليس للصدقات. من الزكاة اللي هي أصعب 8 أصناف منهم القائمين عليها. تأمل في الآية وانت راح تجد يعني وتعرف احنا شو نقصد. هذا في حال الزكاة، فما بالك في حال الصدقات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من يحدد 12.5%؟ ترى هي جهات رسمية حكومية، بيت الزكاة والهيئة الخيرية فيما أعلم عطوا أعلى سقف 12.5%، وأكثر الجمعيات ما يصلون إلى هذا الرقم. نعم في نسبة، نعم هناك نسبة إدارية تأخذها الجمعيات تتفاوت هذه النسبة ما بين 0 على بعض المشاريع 5%، 6%، إلى أن تصل إلى 10%، وقليل من الجمعيات اللي تجاوز 10% أصلا. لكن أنت تقول أن وزارة الشؤون محددت لهم 12.5% وهم يتقاتلون عليها، لا، كلامك مردود عليه. عطنا في دليلك، نبي دليل. أنت تطلب من الجمعيات الإثباتات، احنا نطلب منك إثبات على هذا الكلام. كلامك مردود عليه. الجمعيات تدفع رواتب موظفينها من الرسوم الإدارية اللي تأخذها من المشاريع، واللي هي النسبة أساسا، هي تأخذ نسبة كرسوم إدارية. وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لا يحق لهم أن ينتفعون من هذه الأموال. فأعضاء مجلس الإدارات الموجودين ترى كلهم متطوعين، وأنا أقدر أجزم لك بأن أكثر من 95% من العاملين في العمل الخيري أكثر من 95%. أكررها، أنا حطيت 5%، قد يكون في شيء ما أعلمه، لكن أتكلم عن اللي أعلمه. بل أقدر أجزم أن معظم اللي يعملون في العمل الخيري متطوعين، سواء كانوا من كبار السن ولا من الشباب. الموظفين يأخذون رواتب مقابل عملهم، لكن احنا نتكلم عن القائمين على الأعمال والمشرفين عنها من الأعضاء. فنتمنى أن الإنسان يتريث شوي، والله الحمد احنا في بلد خير وبلد نعمة. اللي إخوانكم اللي السؤال يطرح نفسه، يعني ليش العاملين في العمل الخيري يعني متمسكين في هذا العمل؟ متمسكين فيه اللي أمور ما يعرفها الكثير من الناس، أمور ما جربها الكثير من الناس. مثال، اللي يقوم من النوم ويروح لصلاة الفجر في المسجد ويرجع، شنو الشعور اللي يحس فيه؟ يحس بالراحة، بالطمأنينة، بالبركة، بشيء ما يقدر. هذا هو نفس شعور العاملين في العمل الخيري، يحسون بالبركة، بالراحة، بالسعادة، بالطمأنينة.
بحفظ حتى أولادهم وأموالهم وأوقاتهم، حافظين أنفسهم عن القيل والقال في الوقت نفسه اللي هم يعملون فيه العمل الخيري، ومنشغلين في العمل الخيري، غيرهم منشغل في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، وبل بعضهم منشغل في الموبقات والعياذ بالله. لكن هؤلاء الله عز وجل اجتباهم لهذا العمل، استشعارهم للمسؤولية وخدمة دين الله عز وجل من خلال العمل الخيري، سواء الإغاثي أو الدعوي أو التعليمي. هذا فضل من الله عز وجل. اللي يجي اليوم واحد ما بين فترة وفترة يبحث عن شهرة في طعن في العمل الخيري أو غيره. المشكلة أن اللي في أحد الأشخاص قبل رمضان بيومين يقدح في العمل الخيري ويحذر، وفي ثاني أو ثالث يوم رمضان ينزل مشروع عمل خيري. شنو المقصد يعني منه؟ فحنا شو اللي نفهمه لما نشوف شخص يقدح في عمل وبعد يومين أو ثلاثة أو سنة يكون يروج لمثل هذا العمل؟ تقدح في العمل الخيري وبعد سنة أو شهر أو حتى ما كملت شهر، 5 أيام تنزل مشروع عمل خيري وتدعو الناس للتبرع فيه. يعني يا أنك تبي تضرب العمل تقول أنا اللي أجيب لكم هو الصح والباقي غلط، أو أنك ما أدري، النوايا علمها عند الله عز وجل. فأسأل الله أن يخلص لنا ولكم القول والعمل ويجعله خالصا لوجه الكريم. أنا حبيت بس أوضح أن العمل الخيري الكويتي إداريا وماليا ولله الحمد منضبط، سواء في داخل الكويت أو خارجها. اليوم العمل الخيري الكويتي لا ينافسه عمل خيري شعبي بهذا الحجم. ممكن دول جهات عندها حكومية تدعم صح، لكن عمل شعبي ما في أحد ينافس الكويت، وهذا من فضل الله عز وجل. بس الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلدنا وقادتنا، وأن ييسر لنا كل أمر كل خير. اليوم عندنا تقريبا أكثر من 70 جمعية خيرية، هذا غير المبرات، من فضل الله عز وجل في هذا البلد الصغير، لكنه قاعد يغطي العالم بأسره، سواء الدول الغنية أو الدول الفقيرة، ونقوم بخدمة إخواننا المسلمين، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى جميعا. أنا حبيت بس أوضح واعتذر عن الإطالة، ومن الآن أقول أستميح عذرا. أي سؤال يجيني أو أي تعليق راح أحط لكم وراح نرد عليه. فأي شخص عنده استفسار أو سؤال فحيا هلا بالجميع، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.